غاب الدولي المغربي أشرف حكيمي عن الحصة التدريبية يوم أمس الجمعة لفريقه باريس سان جيرمان، استعدادا للمواجهة المقبلة أمام سياتل ساوندرز، لحساب الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025. وأجرى لاعبو الفريق الفرنسي تدريبات استشفائية في جامعة إيرفاين جنوب لوس أنجلوس بعد الخسارة أمام بوتافوغو البرازيلي بهدف دون رد. وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن الطاقم التقني فضل بقاء حكيمي في القاعة الرياضية والتركيز على الجانب البدني، دون أن تثير حالته أي قلق لدى الطاقم الطبي للفريق. وفي المقابل، شهدت الحصة عودة الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي شارك في التدريبات كاملة مع المجموعة، غير أن مشاركته في مباراة سياتل تبقى غير مؤكدة، حيث يفضل الطاقم الفني الاعتماد عليه بشكل أكبر خلال الأدوار الإقصائية من البطولة. ويواصل الفريق الفرنسي تدريباته في مدينة إيرفاين قبل السفر إلى سياتل، حيث يطمح لتعويض الهزيمة الأولى وتحقيق التأهل إلى الدور الموالي. يشار إلى مباراة الفريقين ستجرى بعد غد الاثنين على أرضية ملعب لومينفيلد في تمام الساعة 8 ليلا غرينتش +1.